ادي يا جماعة اهي بعد ما قعدتها في التلاجة. هنجربها كده مع بعض ونشوف السمك بتاعها اهو. حلوة قوي كده عشان ما تبقاش صيصة وتنزل طعم طعمها رائع. طبعا انتي المصانع والشركات بيعملوه فيها قطع، اكيد مش بيسيبوها على النار الفترة دي كلها. يعني ليه؟ لان الفترة دي كلها بتخلي الثمرة نفسها تستوي كويس جدا. الله اعلم، ممكن يكونوا بيحطوا جيلاتين يتخنوها على طول. ما عنديش فكرة والله، بس انا بالنسبة لي السمك ده كويس قوي. والحقوا على فكرة، الحقوا المشمش مش بيقعد كتير في السوق. طعمها حلو جدا. ندوق معاكم. تحفة والله. ملهاش علاقة بالمربى بتاعت بره خالص، يعني بره دي مش. يلا كل سنة وانتم طيبين. شكرا يا جماعة وباي باي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ بصوا، انا ما اقدرش افوت موسم المشمش لان انتوا عارفين ما بيقعدش، ده هو شهر وبيختفي. وما اعملش مربى مشمش. مربى المشمش البيتي مختلفة تماما عن اللي بنشتريها من بره، ملهاش علاقة بصراحة. تمام. بصوا انا كنت بعمل دقة كشري، الشطة جت في مناخيري. ف هو لسه غالي بصراحة وما نزلش، وهيمشي اهو ما نزلش. يعني ما بين 80 و100، يعني انا جايبة جزء ب 80 وجزء ب 100. دول حوالي 2 كيلو ونص، مش مكملين 2 كيلو ونص. في ناس بتحط نص كيلو سكر على الكيلو، وفي ناس بتحط كيلو الا ربع، في ناس بتحط كيلو قصاد الكيلو. انا مش بحب كده يا جماعه. انا ما بعملش غير مربى المشمش، يعني ولا فراوله ولا تين ولا الكلام ده. آه، انا بعمل المشمش بس لاني بحب المزازه بتاعتها. فعندي واحده صاحبتي حبيبتي ربنا يحميها يا رب، اول مره دقتها من ايدها كانت نفتحها كده وانا بكلمكم. كانت عاملاها بسكر دايت. تمام. النوع ده سوري، النوع ده يا جماعه. فكنت باكل منها بقى، يعني كنا مع بعض في مصيف، يمكن انا اللي كلتها كلها منها بسبب ان انا حاسه ان سكر دايت لا كده مش هتخن بقى. فكانت جميله بصراحه. لما عملنا الفراوله بسكر دايت لا، طعمها كان باين فيه السكر الدايت، لكن المشمش ما كانش باين فيه خالص. حابه تعملي بسكر دايت هيبقوا معلقتين كبار من ده. هو ما شاء الله السنه دي حلو المشمش، السنه اللي فاتت كان وحش جدا يا جماعه، جدا. حتى اما عملته مربى يعني ما حبيتهاش. بصوا هو مش هيحتاج سكر كتير لان هو مسكر. تمام. فانا قلت الحقه قبل ما يخلص. مش مهم بقى، انا حاسه ان هو مش هيرخص. هزعل قوي لو فوتت موسم المشمش من غير ما اعمل مربى مشمش. يلا بقى قبل ما نبتدي تشرفونا بالاشتراك في القناه. هو سهل قوي، سهل قوي، مفيهوش اي حاجه. طريقته سهله. ده انا هفصفصه كده واحط عليه كميه السكر اللي انا عايزاها، من حوالي 3 كوبايات، 3 كوبايات ونص سكر، مش اكتر من كده، اللي هم مش يعني مش هيجوا 700 جرام اصلا. حوالي 700 جرام. ان زي ما قلت لكم ناس كتير بتحط على الكيلو كيلو او كيلو الا ربع او نص، فكده هتبقى مفيش فين طعم المشمش بقى. تمام. وهنقعه فيها لحد هو ما يسرد ميته. انا فصفصته. وطبعا مش الغرض ان احنا نطلع البذر بس، كمان نطمن ان قلبه كويس، قلبه نظيف، لان انا بخاف جدا من الحاجات دي، عندي فوبيا من الحاجات دي. طبعا لان معظمه طلع اخضر كده ومزز. فانا هم 2 كيلو وشويه زي ما قلنا، فانا هحط الكيس كله. تمام. كيس السكر كله، علشان حاسه ان الحلاوه بتاعته مش هتبقى جامده. خلاص يا جماعه، هنسيبه ده ينزل ميته. اذا انت مش عايزه تركنيه وعايزه تشتغلي بيه على طول، حطي نص كوبايه ميه علشان ما يلسعش منك. وطبعا لما تحطيه على النار توطي النار خالص بعد ما يبتدي يغلي، وعصره ليمونه اول ما يبتدي يغلي. انا معاكم وهوريه لكم ان شاء الله. ادي يا جماعه بصوا هي نزلت بقى كل ميتها ازاي. انا سبتها كتير، شويه كتير حلوين كده، اكتر من 5 ساعات مركونه. هنحرك بس السكر اللي تحت ونرفعها على النار، واول ما تغلي نوطي عليها جامد، وبعدين نحط عصره ليمون. بصوا يا جماعه ان انا سبتها نزلت الميه بتاعتها كلها،
هي لسه فيها ميه ازاي، هنسيبها طبعا لازم تنشف كل ده. هنا اهو انا الرغاوي بطلعها وهسيبها لحد ما تنشف خالص. طبعا ايدي فيها كل شويه بقلبها علشان ما تلسعش مني، لانها كانت بتفور دلوقتي عشان الرغاوي اللي طلعتها دي. سامعين الصوت ده وشايفين البابلز دي اللي طالعه دي؟ معنى كده هي عماله تطرطش عليا كمان يا جماعه، فمعنى كده ان هي خلاص يعني الحمد لله كده استوت. حابه انتي تقليها عن كده، ممكن بقى ايه ربنا يقويكي تفضلي جنبها شويه كده، تفضلي تقلبي فيها على نار هاديه جدا، نار شامعه خالص يعني عشان ما تلسعش منك. حابه تقليها اكتر من كده، انا شايفه القوام بتاعها كده كويس قوي. يلا بفكركم بالاشتراك يا جماعه واللايك. ادي هي يا جماعه، شايفين؟ عايزه اظبط لكم بس عشان تشوفوها من قريب. شايفين القوام ده؟ خلاص كده لو سبتها اكتر من كده ممكن تلسع من النار حتى لو النار واطيه. فانا شايفه ان كده كويس اهو، حلوه قوي كده. تبرد واعبيها في برطمانات بقى، في علب تكون مغسوله كويس ومتنشفه، ما يكونش فيها ميه طبعا. عايزه اقول لكم حاجه طبعا، ما ينفعش اغطيها لان لو غطيتها هتعرق وهينزل فيها ميه، وهي ما ينفعش ينزل فيها ميه خالص. تمام. يلا حبايبي شكرا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي. اهي متفوتوش السيزون بتاع المشمش ده يا جماعه. ادي يا جماعه اهي بعد ما قعدتها في التلاجة، هنجربها كده مع بعض ونشوف السمك بتاعها اهو. حلوة قوي كده علشان ما تبقاش صيصة وتنزل طعمها رائع. طبعا انتي المصانع والشركات بيعملوه فيها قطع، اكيد مش بيسيبوها على النار الفترة دي كلها. يعني ليه؟ لان الفترة دي كلها بتخلي الثمرة نفسها تستوي كويس جدا. الله اعلم، ممكن يكونوا بيحطوا جيلاتين يتخنوها على طول، ما عنديش فكرة والله. بس انا بالنسبة لي السمك كده كويس قوي. والحقوا على فكرة، الحقوا المشمش مش بيقعد كتير في السوق، طعمها حلو جدا. ندوق معاكم، تحفة والله. ملهاش علاقة بالمربى بتاعت بره خالص، يعني بره دي مش مشمش. يلا كل سنة وانتم طيبين، شكرا يا جماعة وباي باي.